سنة 1919 خرج شوية طلاب في ابتدائي يشاركوا في مظاهرات ثورة 19 اللي بصراحة الثورة دي خرج فيها كل الشعب المصري بمختلف أطيافه ضد الاحتلال البريطاني. أثناء المظاهرات دي اتصاب طالب من ضمن الطلبة برصاصة في رجله، وأبوه كان فرحان وفخور بشجاعة ابنه ووطنيته. الطالب ده أو الطفل ده هو يبقى شرير السينما المصرية، محمود المليجي. محمود المليجي يا شقيق شخصية غنية جدا على المستوى الفني والإنساني، وعشان تبقى فاهم الملحمة الفنية اللي احنا داخلين عليها، الراجل ده بيمثل من سنة 1933 لحد سنة 1983. لا وإيه، بيشتغل مسرح وتلفزيون وسينما وإذاعة. بداية محمود المليجي الفنية بدأت لما أبوه كان عاوز يعلمه أي حاجة ليها علاقة بالفن. في الأول علمه الغنى، وراح ساعتها لمدرس المزيكا في مدارس القاهرة محمد عبد الوهاب. متخيل محمد عبد الوهاب بيدرس لك مزيكا في المدرسة مثلا؟ دي حاجة عاملة زي كده وأنا بعمل لك فيديوهات على اليوتيوب. المهم محمد عبد الوهاب بيصدم محمود المليجي وبيقول له انت صوتك نشاز لدرجه مش انك ما ينفعش تغني، انت ما ينفعش تتكلم اصلا. المليجي بيقول لك خلاص هتعلم عزف، وفعلا بيتعلم عزف الكمان، ولما بيحس انه متمكن منه بيروح يقدم في مركز الفنون في مصر وقتها كازينو بديع مصابني، وبيقدم في اختبارات عزف الكمان عشان يكون من ضمن العازفين عند بديع مصابني. لكن وهو بيعزف من شدة التوتر قطع أوتار الكمانجة بتاعته، وبديع مصابني وقفت البروفا وطردته. المليجي ما بييأسش وبيدور على نوع فن جديد يمارسه، لحد ما بيحصل موقف هو اللي بيشهد على ميلاد إنسانية محمود المليجي وموهبته الفنية، اللي اتولدوا مع بعض وهيموتوا كمان مع بعض، لكن هنعرف ده في الآخر. المهم المليجي في الوقت ده كان طالب في مدرسة الخديوية الثانوية، والمليجي عشان كان طالب موهوب ومتفوق حطوه في فصل المتفوقين. اتفاجئ المليجي ساعتها انه لقى نفسه وسط كل ولاد الزوات اللي في البلد، والمليجي من عيلة ميسورة الحال عايشين في حي المغربلين بس هو كان ابن الافندي، لكن زمايله ولاد بشوات. والمشكلة ان وقت الغدا نزل المليجي في الكافيتيريا عشان ياكل، لقى كل واحد من زمايله جايله اكل مخصوص من البيت ومعاه السفراجي بتاعه وهو قاعد لوحده. العيال ولاد البشوات عيال اتمه، قعدوا يتنمروا عليه وجمعوا الوجبة المدرسية بتاعتهم وحطوها قدامه. المليجي مرضيش ياكل، والموقف ده اتكرر تاني، قعدوا العيال يتريقوا عليه وبرضه جمعوا الوجبات المدرسية وحطوها قدامه. ساعتها المليجي ما قدرش يمسك نفسه وقام واكلهم علقة موت، والعلقة دي هتتسبب في تحويل المليجي للتأديب، وناظر المدرسة هيمنعه من الأكل وهيحرمه من الوجبة المدرسية لمدة أسبوع. في الوقت ده ناظر المدرسة كان اسمه لبيب الكرداني. لما قعد لبيب الكرداني مع محمود المليجي وسأله انت ليه عملت كده، بيحكي له المليجي على اللي حصل. لبيب الكرداني ناظر المدرسة بيتأثر جدا من اللي سمعه، وبياخد محمود المليجي معاه البيت يعزمه على الغدا في نفس اليوم. ومش بس كده، ده كمان بيشجعه ينضم لمسرح المدرسة. لبيب الكرداني كان مؤمن جدا بموهبة محمود المليجي، لدرجة ان قال له في مرة بص ركز في دراستك وكل حاجة، لكن اوعى تشتغل موظف، اوعى تشتغل اي حاجة غير انك تكون ممثل. في سنة من السنين بيجي عزيز عيد المخرج المسرحي الكبير، وده من رواد المسرح بالمناسبة، يخرج مسرحية للطلبة في المدرسة. ومن اول بروفا بيشوف فيها عزيز عيد محمود المليجي بيقول له يا ابني انت ما بتعرفش تمثل وملكش مكان هنا. بيتأثر المليجي جدا لدرجة انه بيجري على حوش المدرسة ويقعد يعيط فيه، لحد ما بيلاقي واحد من زمايله جاي يقول له عزيز عيد بيقول لك يرجع الفرقة وانت عاجبه جدا، وهو كان بيشكر فيك، بس هو عمل معاك كده عشان حس انك مغرور وواثق في نفسك زيادة عن اللزوم. وفعلا بيرجع محمود المليجي الفرقة وبياخد دور من الأبطال. ووقت العرض بتحضر فاطمة رشدي اللي كانت متجوزة عزيز عيد وقتها، وهي برضه واحدة من رواد المسرح لدرجة ان في شارع باسمها في الجيزة. المهم فاطمة رشدي بتعجب جدا بموهبة محمود المليجي لدرجة انها بتفتكره ممثل محترف، وبتقول له تيجي تشتغل معاه في الفرقة. طبعا المليجي ساعتها بيوافق، وبيشتغل المليجي في فرقة فاطمة رشدي، وكمان بتشغله معاها في فيلم من انتاجها، لكن الفيلم بيخسر وبتفلس فاطمة رشدي، فبتفض الفرقة المسرحية بتاعتها، وبيبدأ المليجي يتلطم في فرق الهواة المسرحية. بيتلطم المليجي من هنا لهنا لدرجة انه بينضم لفرقة الإخوان المسلمين المسرحية اللي كانت بتعمل أول عرض ليها اسمه جميل بوسينة، تأليف عبد الرحمن البنا، أخو مين؟ حسن البنا. المسرحية دي شارك فيها ناس كتير قوي هتستغرب لما تسمع أساميهم، مثلا محمود المليجي،
جورج ابيض، عباس فارس، وعزيزه امير، وفاطمه رشدي. انت متخيل الناس دي كلها في الفرقه المسرحيه بتاعت الاخوان المسلمين؟ لا، وخد الكبيره، وزاره المعارف كانت هي اللي بتدعم فرقه الاخوان المسلمين وقتها من خلال لجنه التشجيع على التمثيل. المهم المليجي لسه متكحرت يا شيء ومش عارف يصرف على نفسه منين، فبيقبل يشتغل ملقن في فرقه رمسيس بتاعه يوسف بيه وهبي. ويوسف وهبي كان مشهور عنه انه منتج مسرحي مدبر، فكان بيخلي المليجي وهو بيشتغل ملقن يعمل ادوار احدهم اللي بيقول جمله او جملتين في الروايه الواحده، وساعات تانية كان بيخلي المليجي يعمل الادوار النسائيه. بيفضل محمود المليجي على هذا الحال تايه في دنيا الفن لحد ما الدوله بتاسس المسرح القومي اللي كان ساعتها اسمه الفرقه القوميه للمسرح. وهنا بيتعرف المليجي على حب عمره علوية جميل، وحياته هتستقر شوية وهيبدأ يشتغل أدوار صغيرة في السينما، زي دور عمله في فيلم مع أم كلثوم، ودور تاني في فيلم اسمه الحب المورستاني مع بشارة وكيم. في إحدى جولات الفرقة القومية للسفر في محافظات مصر عشان يعرضوا مسرحياتهم، كانوا ساعتها في راس البر، ولسوء أحوال الطقس اتلغت عروض كتير، وكان ساعتها الممثلين ما كانش معاهم فلوس، وكانت الفلوس اللي هيقبضوها كانت معتمدة على العروض اللي هتتعرض. فلما اتلغت العروض بقى ممثلين كتير ما بقاش معاهم فلوس. وقتها محمود المليجي بيجيله تلغراف من عيلته بيقولوا له فيه ان امك ماتت ولازم تيجي عشان تدفنها. محمود المليجي بيبكي جدا وما كانش عارف هيعمل ايه ولا ازاي هيرجع، لانه حتى فلوس دفنة امه ما كانتش معاه. كان مين واقف جنب محمود المليجي ساعتها؟ علوية جميل، اللي قالت له اديني ساعة وهجيب لك الفلوس واجي. وبالفعل ادت علوية جميل الفلوس وراح محمود المليجي علشان خاطر يدفن امه. محمود المليجي عرف بعد كده ان علوية باعت ذهبها عشان تديله الفلوس، والموقف ده اثر فيه جدا وخلاه يتعلق بعلوية اكتر واكتر. وبالمناسبة علوية جميل كانت اكبر من محمود المليجي ب5 سنين، وعلاقة محمود المليجي بعلوية علاقة حب معقدة جدا تتعمل مسلسل 10 حلقات على نتفليكس. المهم موقف موت الام بيتكرر تاني مع المليجي بعدها بسنتين لما ابوه بيموت وبرضه ما بيبقاش معاه فلوس يدفنه، والمرة دي المليجي مش هيروح لعلوية عشان ما تاخدش عنه فكرة انه بيستغلها، فبيفضل ماشي في شارع عماد الدين هيمان في همومه لحد ما بيخبط في المخرج ابراهيم لاما اللي بيقول له انا بعمل فيلم سينما عن قيس وليلى وعاوزك تعمل دور الشرير اللي في الفيلم، اللي هيكون غريم قيس، واللي هيعمل دور قيس هيكون بدر لاما اخويا. وبيوافق المليجي فورا وبياخد من ابراهيم لاما 10 جنيه عربون علشان يروح يدفن ابوه. وال10 جنيه دي اللي هتفك ازمه المليجي انه يدفن ابوه هتبقى هي نفس ال10 جنيه اللي هتتولد معاها نجوميه المليجي وشهرته واصابته بلعنه ادوار الشر. فعلا بينجح الفيلم جدا وبيحط المليجي على اعتاب النجوميه، وبيبدا المنتجين والمخرجين يتهافتوا عليه في ادوار الشر، وبتبدا فتره الاربعينات وبنشوف اول ديو بين الطيب والشرير في السينما المصريه، بين انور وجدي اللي خد سكه البطل المحبوب وبين محمود المليجي اللي المنتجين حطوه في سكه البطل الشرير. وطبعا مش محتاج اقول لك الدويتو ده كان ناجح جدا، ومن ضمن الطرائف اللي كان بيحكيها محمود المليجي ان مشاهد الضرب اللي كانت بينه وما بين انور وجدي اللي كانوا بيعملوها بنفسهم ساعتها لان ما كانش فيه دوبليرات، كانوا بيتفقوا ان هم يقطعوا هدومهم كلها وهم بيتخانقوا، عشان لما هيقطعوا الهدوم دي هيجبروا المنتج ان هو يديهم 8 هدوم جديده وهم يجيبوا الهدوم ديت على حساب المنتج. ولما كان المليجي بيتضايق من انور وجدي كان بيضربه بالراحه وما يقطعلوش هدومه ولا يقطعله الجاكيت. المهم بيموت انور وجدي وبيظهر دويتو جديد، وده كان الاكثر تاثيرا وانتشارا، وهو فريد شوقي ومحمود المليجي. والدويتو ده بالذات او العداوه دي بالذات اللي هي ما بين محمود المليجي وفريد شوقي، وطبعا العداوه هنا في الشخصيات اللي في الافلام بتاعتهم، خلقت صدى وحب ما بين الناس بشكل غريب جدا، ظاهره لن تتكرر حتى الان. وبقى مزاج الجمهور ان يبقى في حد معين هو اللي هيعمل طول الوقت دور البطل الطيب وده هيبقى متجسد في فريد شوقي، وحد تاني معين هو اللي هيعمل دور البطل الشرير وده هيبقى متجسد في محمود المليجي. الظاهره دي غريبه ومثيره للتامل بشكل غريب. وعشان اوصل لك مدى تعلق الناس بدويتو محمود المليجي وفريد شوقي، بيحكي المخرج كمال عطيه في مذكراته انه اثناء تصوير فيلم اسمه المتهم كان في مشهد بيتصور في السجن والبطل فيه هيتعدم، فلما بيتعدم حد في السجن المفروض بيعلقوا رايه سودا على السجن، فالناس العاديه اللي بره السجن سالوا هو مين هيتعدم النهارده، فحد من كرو التصوير قال لهم ده محمود المليجي اللي هيتعدم النهارده. الناس كلها زعلت بشده
وقعدوا يتكلموا ويقولوا طب مين هيعمل ادوار الشر مع فريد شوقي، ومين هيضربه تاني، وازاي فريد شوقي هيطلع لوحده من غير المليجي، لحد ما المليجي بيطلع من السجن. والناس اول ما بتشوفه بتاخده بالاحضان وتشيله على اكتافها ويعملوا مظاهرة حب في محمود المليجي، وهو مش فاهم ايه اللي حصل. وعلى قد ما الموقف ده بيبين لك مدى حب الناس لمحمود المليجي وتعلقهم بيه في دور الشرير، اللي كان بالمناسبة كان بيجي عليه سنين بيعمل دور الشرير في 45 فيلم في سنة واحدة، وكان بيعلي أجره بشكل كبير لدرجة إنه جه في وقت قال لك أنا هاخد 400 جنيه في اليوم، والمنتجين كانت بتوافق. ولكن ممثل بحجم موهبة محمود المليجي ما كانش مبسوط بده، وكان بيعاني من إن الناس حطاه في قالب الشرير طول الوقت، لدرجة إنه لما جه يوسف شاهين يعمل فيلم الأرض، مؤسسة السينما ساعتها كانوا معترضين على إن محمود المليجي يعمل دور محمد أبو سويلة، لكن شاهين طبعا ما كانش بيهزر، محدش يقدر يقول له تعمل إيه أو ما تعملش إيه في أفلامه، وبالذات أفلامه. وعشان أعرفك إدراك واحد زي محمود المليجي لنفسه ولقيمته كفنان، مخرج أجنبي اسمه روبرت بيروش بيجي مصر وبيعمل فيلم اسمه وادي الملوك. قصة الفيلم دي بتحكي عن تاجر آثار مصري بيهرب آثار، وبيجي مواطن أجنبي من بره هو اللي بيقول له لا إزاي تهرب حضارة بلدك وآثار بلدك. قال إيه؟ الأجنبي هو اللي هيعلمه إزاي ما يسرقش حضارة بلده وتاريخه. المهم المخرج روبرت بيروش بيختار محمود المليجي لدور تاجر الآثار وبيطلب يقعد معاه. محمود المليجي لما بيعرف الحكايه منه بيقول له لو هتعكس الروايه وتخلي المصري هو اللي يقول للاجنبي ما تسرقش اثار بلدي انا معاك، لو مش هتعمل كده انا هرفض. وفعلا رفض محمود المليجي الفيلم، وبيحكي محمود المليجي الموقف ده في التلفزيون عادي ومحدش احتفى بيه او اهتم او حتى شكر. وشوف يا شقيق مأساة المليجي مع المنتجين في انه يعمل ادوار تانية غير الشر وصلته لفين. بيحكي في مرة الفنان الكبير نور الشريف انه في سهرة تلفزيونية وهو بيعمل مشهد مع محمود المليجي، تقريبا المشهد كان محتاج ان المليجي يبقى قالع فيه هدومه، فشاف نور ساعتها اثار جروح على ظهر محمود المليجي وبيقول له ده من ايه ده يا استاذ؟ قال له ده من مشهد السحل في فيلم الارض اللي هو بتاع الارض العطشانة. المهم بيكمل نور الشريف ويقول انا سألت الاستاذ المليجي بعدها انت ليه بعد فيلم الارض اللي كان نجح جدا فيه والناس كلها اشادت بدور المليجي ما غيرتش جلدك وبقيت تنقي اعمالك بدل ما انت بتشتغل كتير كده واعذرني بتعمل ادوار يعني ما تليقش بقيمتك كمحمود المليجي؟ قال له انا فعلا بعد فيلم الارض قلت المنتجين هيبداوا يتهافتوا عليا بالادوار الطبيعيه ويدوني مساحات اكبر في الافلام، لكن اكتشفت ان كل واحد فيهم قال لك ان المليجي بعد فيلم الارض هيعلي اجره اكتر واكتر علينا وهيتمرع علينا فما تكلمهوش احسن. فبقيت اقبل باي حاجه بتجيلي فورا عشان ما اقعدش في البيت واقول لهم اهو انا موجود ومتاح. المليجي علاقته بكل زمايله الانسانيه كانت عظيمه لدرجه التبجيل، كلهم كانوا بيبقوا فخورين جدا انهم يعرفوه وانه موجود في حياتهم. وعشان تفهم مدى قيمة محمود المليجي عند زمايله كإنسان وفنان اسمع واحد زي رشدي أباظة وبنجومية رشدي أباظة كان بيتكلم ازاي عن محمود المليجي. قلت سيادتك حاجة يا مدام أمال، تعتقدي ان احنا هنا في مصر في ممثل اكبر كممثل يعني كفعلا فنان اكبر من الاستاذ محمود المليجي؟ ده بنقول عليه أنتوني كوين. في نظري مفيش. لا هو مش أنتوني كوين، لأنه عمر ما محمود المليجي كان فيه عنف. أنتوني كوين اعتماده دايما على العنف حتى في الكلمة. طب هو مين؟ محمود المليجي؟ هو محمود المليجي مش هيبقى فيه زيه أبدا. طب إيه السر؟ فمحمود المليجي حطوه في إطار، حطوه في البرواز اللي هو القتال الشرير بتاع حاجة زي كده، مع إنه محمود المليجي لما عمل أدوار كان بيخليني أنا وأنا عارف إن ده تمثيل لأنه زميلي أقعد أعيط. تعيط؟ طبعا انا عارف محمود المليجي هو ايه. هو استاذ كبير جدا يعني، انا ببقى فخور وانا بسلم عليه مع انه حبيبي يعني زي اخوي يعني. لما بحط ايدي في ايده بحس ان انا يعني خدت شيك ب1,000,000 جنيه. بتفضل معاناة المليجي بتزيد في انه حد يشوفه في قالب غير ادوار الشر، لكن كانوا قليلين جدا اللي بيعملوا معاه كده، وكان من ابرزهم الصراحة يوسف شاهين. واتفرج على محمود المليجي في كادرات يوسف شاهين هتحس انه عندما تجتمع العظمة سحر المليجي كممثل وعبقرية مخرج زي يوسف شاهين. بيحكي المخرج علي بدرخان اللي كان مساعد يوسف شاهين في الفترة دي ان الوحيد اللي لما كان شاهين بيديله توجيهات للاداء في التمثيل ما كانش بيبص لشاهين
شاهين خالص ويفضل باصص في الارض كان محمود المليجي، واللي كان حريص على انه ما يبصش في وش يوسف شاهين عشان ما يقعش في فخ انه يقلد اداء يوسف شاهين زي ما زمايل ليه وقعوا في الموضوع ده قبل كده. وشاهين عشان كان عارف قيمه محمود المليجي كممثل ما كانش بيعلق خالص على الحكايه دي، بل بالعكس ده كان بيسيبه براحته خالص. وبص هنا شوف يوسف شاهين بيقول ايه على محمود المليجي. اللي في اسكندريه ده قال كلمه لما كان بيودع ابنه. انا قلت له يعني، هو بيقول له يعني انا هشاور لك بالجامد كده عشان تعرفني من بعيد، يعني تبقى المشاوره غير. من كتر ما قالها كويس انا اتخنقت وجد، بدل ما اقول كات دايما نزلت من عيني. انا مش قادر من كتر ما عايشني الموقف في ثانيه على المركب. ده يا الله يرحمه، يا نهار ابيض. الراجل مش عبقري ولا حاجه، بس حطه قدام الكاميرا. محمود المليجي يا شقيق لو كنت تسأله طول المسيرة الحافلة دي عاوز تموت ازاي، يقول لك انا عاوز اموت وانا بشتغل في بلاتو او في مسرح او اذاعة. اهم حاجة مبقاش قاعد في البيت منسي والناس مش فاكريني ومش عارف اصرف على بيتي. وطبعا حد زي محمود المليجي عاصر معاناة ناس زي اسماعيل ياسين وعبد السلام النابلسي والقصري، وشافهم بيعانوا ازاي في اخر ايامهم، فكان طبيعي جدا تبقى هي دي امنيته انه يفضل يشتغل لحد ما يموت. وفعلا سنة 1983 اثناء تصوير فيلم ايوب بيحكي الفنان عمر الشريف ويقول لك احنا كنا قاعدين هو والمخرج هاني لاشين ومحمود المليجي بنتريق على فكرة النوم، والانسان بينام عشان يموت وبعدين يقوم تاني وبعدين يموت تاني، والمليجي كان بيمثل لهم مشهد النوم وهو بينام وبيشخر وبعدين يصحى وبعدين ينام تاني ويشخر، وفضل نايم وبيشخر لحد ما صوت الشخير وقف واكتشفوا انه مات. الله يرحمه محمود المليجي. مسيرة إنسانية مليانة بدراما ومواقف إنسانية ومفارقات غير عادية تليق بفنان وبموهبة حد زي محمود المليجي. أنا ما حكيتلكش عن علاقات محمود المليجي العاطفية يا شقيق وإزاي ده كان بيأثر على علاقته بمراته علوية جميل، ولا حكيتلك عن مواقفه الإنسانية مع كل الفنانين اللي كانوا بيقابلوا محمود المليجي في بداية حياتهم الفنية، ولا عن أعماله الفنية المميزة. ولو عاوز نعمل حلقة تانية عن محمود المليجي يبقى قولي في الكومنتات. الله يرحمه محمود المليجي. أجبرته السينما على دور الشر، ولكنه أجبر الحياة على إنه يقوم فيها بدور الإنسان الطيب اللي لما هتشوف مواقفه وتعاملاته مع الأصغر منه هتعشقه، بل وهتقع في غرام هذا الرجل. سلام يا شقيق.